صفراء. لعب لستراسبورغ مواسم 2006 2005 2006 2006 2007 2007 2008 ولنادي انتراخت فرانكفورت الألماني، ثم عاد على شكل إعارة إلى نادي ستراسبورغ هذا الموسم. فؤاد قدير الاسم الثاني، 26 سنة، من مواليد فرنسا، الطول 1.79 سنتيمتر، الوزن 69 كيلوغرام، المنصب وسط ميدان هجومي، يلعب لنادي فالنسيان الفرنسي في الدرجة الأولى. لعب 15 مقابلة منها 12 كأساسي، الدقائق التي لعبها 1057 دقيقة، هدف واحد هذا الموسم، بطاقة صفراء واحدة هذا الموسم. لعب لنادي كان موسم 2004-2005 إلى غاية موسم 2006-2007، ثم أميان لموسمين، ثم فالنسيان هذا الموسم. رياض بودبوز اللاعب المتألق في الدرجة الأولى الفرنسية رفقة نادي سوشو الفرنسي، 20 سنة فقط، اسم واعد في الدرجة الأولى الفرنسية والمنتخب الوطني إن شاء الله مستقبلا. الطول 1.72 سنتيمتر، الوزن 59 كيلوغرام، وسط ميدان هجومي على الجهة اليمنى وفي وسط الميدان الهجومي. لعب 28 لقاء، 18 لقاء أساسيا، 1597 دقيقة، 3 أهداف، بطاقتين صفروتين فقط. لعب لنادي سوشو كلاعب محترف. عدلان قديورة، ربما كريم سيضيف الكثير عن هذا اللاعب المتألق في نادي وولفرهامبتون من الدرجة الأولى البريمير ليغا الإنجليزية، قادما على شكل إعارة من نادي شارلوروا البلجيكي. كريم، فعلا بالنسبة لهذه القضية فقط حسن، خلال الندوة الصحفية تحدثنا عن إمكان أسباب تراجع مستوى قديورة وبقائه على كرسي الاحتياط. كشف المدرب الوطني رابح سعدان بأن رئيس الفاف تحدث معه وقال بأن هذه الوضعية سببها هو أن العقد ينتهي جاء على شكل إعارة، ونادي يريد أن يتعاقد معه لكن بثمن أقل، لأنه مشاركة قديورة في المونديال سيرفع من قيمته أسهمه، لذلك هي طريقة مستعملة مع قديورة ومع حليش إبقاء على كرسي الاحتياط هكذا. لكن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم طمأنه في هذا المجال وقال قديورة بأنه مستعد لتقمص الألوان الجزائرية 2000%. إلى الاسم السادس كريم، الآن إلى مصباح جمال الذي يلعب لنادي ليتشي الإيطالي من السيري بي من الدرجة الثانية. هذا اللاعب تألق كثيرا منذ أن التحق بهذا النادي الإيطالي الذي ضمن بنسبة كبيرة الصعود إلى السيري الإيطالي القسم الأول الإيطالي. 26 سنة، من مواليد الجزائر العاصمة، الطول 1.80 سنتيمتر، الوزن 72 كيلوغرام، متعدد المناصب كما قلت، مؤخرا يلعب كظهير أيسر. الأندية التي لعب لها عدة أندية سويسرية قبل أن يلتحق بنادي ليتشي. لعب هذا الموسم 33 لقاء، سجل 3 أهداف. من مصباح جمال إلى الحارس، أو هذا الاسم أيضا كان مفاجأة على خلفية استدعائه، 24 سنة، مبولحي رئيس وهاب، 24 سنة، من مواليد العاصمة الفرنسية باريس، من أب جزائرية وأم كونغولية، أب جزائري وأم أنغولية هكذا. الطول 1.90 سنتيمتر، لعب 26 لقاء كلها أساسي مع نادي سلافيا صوفيا البلغارية. طبعا لعب لعدة أندية في فرنسا كنادي مارسيليا وباناتينايكوس اليوناني. هذه هي الأسماء الجديدة في المنتخب الوطني. أضيف لك فقط هشام بأنه الحارس اختير كأحسن حارس في بلغاريا عام 2009 في أول موسم له هناك ببلغاريا، ومرشح بقوة للانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد على خلفية الانتقال المتكرر لمانجر الشخصي للمدرب طبعا السير أليكس فيرغسون. مصباح أيضا بنسبة 70% سيلتحق بنادي السيد العجوز يوفنتوس الإيطالي طبعا. و8 بلدان أوروبية ممثلة في هذه التشكيلة، 25 لاعب. فرنسا بنصيب الأسد 7 لاعبين يلعبون في فرنسا، 3 في ألمانيا، 3 في إنجلترا، 3 في إيطاليا، 1 في إسبانيا، 1 في اسكتلندا، 1 في اليونان، والحارس في بلغاريا كما قال. لذلك سأعود إلى اللاعبين المحليين حسن. هناك 5 عناصر ستكون احتياطية سيتصل بها المدرب الوطني رابح سعدان عند الضرورة. وقد سئل سعدان لماذا هذه القائمة التي لا يوجد فيها عناصر محلية، قال بأنه ليس هناك مجال لتضييع الوقت، أريد اللاعبين الجاهزين. نحن مضطرين للعمل هنا في الجزائر حتى تكون لدينا أسماء قادرة على اللعب في المونديال وتشريف الكرة الجزائرية. لكن بدون شك